يسعد لي صباحكم يا أغلى متابعين، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. ليش كان في ناس عالمفرق تنطر ناس وتشتت الدنيا ويا حمل شمسية وأنا بأيام الصحو ما حدا نطرني. قديش كان في. وبعد ما خلصت قهوتي وخلصت شغل البيت رح نبلش بالغداء. غدانا اليوم برياني عراقي. أنا هي مو أول مرة بعملها، بس أنا حبيت إني أطبقها معكم. مثل ما انكم شايفين، أول شي بحضر الرز وبضيف عليه المي والماجي والملح وبخليه على طرف لحتى يستوي الرز عندي. بهاي الأثناء أنا هون بكون عم بقلي الخضرة يلي رح أضيفها فوق البرياني، اللي هي البازاليا والجزر والبطاطا والزبيب والشعيرية. طبعا أنا كلهم مقليتهم ومحضرتهم قبل بوقت. وأنا عندي هون صدور دجاج مفلستهم، سالقتهم مفلستهم وتاركتهم على طرف كرمال نضيفهم على البرياني. وهون الرز عندي استوى بسم الله وما شاء الله، مثل ما كنتم شايفين مفلفل واخد حقه. سكبت الرز بالصينية حتى اقدر حرك هي المكونات كلها سوا، وبعدين بضيف فوقهم الخضار يلي انا قليتهم والصدور الدجاج يلي فلسناهم وحضرناهم كمان. وهون عندي معلقة قرفة بودرة، ومعلقة كبيرة من بهار الحلبي، ومعلقة من بهار البرياني. بعدل ملحة وبحرك كل هاي المكونات سوا. كنت حابة أحركها بإيدي وهيك يعني، بس كتير كانت سخنة فاستخدمت المعلقة. بضلني عم بحركهم لحتى يصيروا كلهم نفس القوام. يا سلام يا سلام، بسم الله وما شاء الله. الجمال الحقيقي هو النكهة اللي بتأثر الحواس من أول لقمة. وهيك كان البرياني عندي جاهز، وصحة وهنا على قلوب الجميع، وإن شاء الله تكون عجبتكم. ولا تنسوا حبايب قلبي تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. وهون بعد ما خلصنا غدا حبايب قلبي الصغار طلبوا مني اساوي لهم شي بارد على السريع، فما لقيت بوشي غير الجيلاتين. انا عندي هون نكهة الكرز رح نساويها مع بعض. هلا هون على العلبة كاتبين لكم تحطوا كاسة مي سخنة وكاسة مي باردة، فلا تعملوا مثل ما هنن كاتبينكم على العلبة ابدا، لانه بتفشل معكم. حطوا كاستين مي سخنة وعلى ضمانتي. انا هون حطيت 6 كاسات مي سخنة، طبعا غليتهم، وبعد ما غليوا هون بضيف عليهم بودرة الجيلاتين. بحركهم منيح لحتى السكر يلي فيه يدوب، وبعد ما بحركهم بسكبهم بالزبادي وبتركهم لحتى يبردوا، بعدين بدخلهم على البراد. واسهل من هيك ما في. وصحة وهنا على قلوب الجميع. وهون بعد ما صار المساء جارتي انتقلت من الحارة وراحت على مكان تاني، فحبينا نروح نزورها ببيتها الجديد. وهون شوفوا لي هذا البيت عن جد ذكرني بأيام هيك بيوت الضيعة، وهيك كتير فيها شغلات حلوة، فيها دالية، فيها شجرة زيتون، شجرة توت، شجرة برتقان. على يعني كتير هيك أجواء حلوة. بس للعلم أنا ولا مرة زايرة الضيعة، زرتها مرتين يمكن لما كنت صغيرة، بس يعني شوي بتذكر. المهم شوفوا لي على هالعنبات، الله وكيلكم ما حليت عنهم لحتى قطفت لي كم غصن ودقناهم. وبعد ما قعدنا وارتحت شوي فقلت يا بنت يلا عليهن. طلعت وقطفت كم عنقود عنب. شوفوا لي على هالعنبات ما شاء الله، يعني غير شكل. سبحان الله، يعني اي فاكهة مثلا اذا تقطفوها فورا هيك من شجرتها وتاكلوها بتحسوا لها هيك طعمه غير. هلا انا صح طالعة على الكرسي، بس الله وكيلكم 2 3 ماسكين فيني، خايفة لحتى اوقع. بايد عم بصور وبايد بدي اقطف. ايش بدي احكي لكم، الله وكيلكم ما ضل حدا لحتى قطفنا هالعنقودين العنب، لانه كتير كانت الدالية عالية وهيك. وهي الكمية اللي قطفتها، وهلا رح نغسلن منيح وبعدين رح ندوقن.
سبحان الله كل حبة وأختها، وعن جد يعني طعمتهم كانوا كتير قطر وطيبين وصحة وهناء على قلوبهم. وهون حبيت تساوي لنا قهوة، شربنا قهوة المسا مع بعض، وإن شاء الله يكون قدوم هذا البيت خير عليها. وهون أنا وراجعة على البيت ولادي الله وكيلكم من 100 متر سامعين صوت صاحب البوزة، صوت الأغاني واللي بحطها وهيك مشان يجذب الأولاد. المهم وقفت واشتريت لهم، ولهون تكون وصلت معكم لنهاية هذا الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم، ومن هون لبكرة إن شاء الله ضلوا بخير وصحة وعافية. باي باي. Whisper your name in the rush of